الشخص ده عالم الآثار الكبير، حرامي الآثار، هوارد كارتر. كان بيتم تمجيده في الكتب بتاعتنا ويقولوا عليه عالم الآثار اللي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون، ويمجدوا فيه ويعظموا فيه. ده بقى لورد كارنرفون، هو ده اللي كان بيمول كارتر عشان يسرق آثارنا، كانوا بيقسموا مع بعض. اما ده بقى اعتقد ان اغلبكم ما سمعش عنه، فده مرقص باشا حنا، الشخصية المصرية الوطنية اللي لولاه هو وناس تانية كمان كان زمان مقبرة توت عنخ آمون دي اتسرقت واتنهبت، واخد كارتر واللي معاه. شخصية زي مرقص باشا حنا دي ما اتدرست لناش ولا سمعنا عنها اصلا للاسف. بعضكم سمع عنها من خلال المعلومات العامة او كده، لكن لا هتلاقوها بتدرس لنا ولا هتلاقوها بيتم تسليط ضوء عليها. تلاقوا بس بيتم تسليط ضوء على الحرامية اللي سرقوا آثارنا. الكلام ده على فكرة مش كلامي ولا انا بألفه، الكلام ده طالع من لسان دكتور زي حواس نفسه قال في احدى اللقاءات ان لورد كارنرفون ده من اكبر لصوص الاثار. بالنسبه بقى لهورد كارتر كان ايه؟ دكتور زاهي شايف ان هوارد كارتر ممكن نغفر له اللي هو عمله في مقابل الكشف العظيم اللي هو عمله، مش قادر يغفر للورد كارنرفون خالص. سبحان الله ان الاتنين كانوا بيقسموا مع بعض. ما القطع الخاصه بتوت عنخ امون اللي موجوده في المتروبوليتان في امريكا وفي لندن وفي باريس وفي المانيا، دي خرجت عن طريق مين؟ اكتر حد دخل المقبره هوارد كارتر. كتاب أشهر السرقات من المتاحف لدكتور صبحي الشاروني بيقول إن كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون على الأقل قبلها ب9 سنين عن التاريخ المعلن. سبحان الله، اللي منعه من إن هو يسرق المقبرة أو إن هو ينبش فيها ويسرقها في الخفاء إن قامت الحرب العالمية الأولى، فوقفوا أعمال التنقيب ساعتها وبريطانيا أعلنت الحماية على مصر، فما قدرش إن هو يكمل. إن هو كل المدة دي كان عارف ومدكن على مكان المقبرة، قادر إن هو يفتحها أو إن هو يوصل ليها. وسبحان الله انا بقول لكم ان مقبره توت عنخ امون دي ربنا حماها عشان توصل لنا بالشكل اللي هي وصلت لينا بيه ده. كتاب محسن محمد سرقة ملك مصر ان هو في 1918 فريق التنقيب بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قربوا من مكان المقبرة، بس هو لسبب غير معلوم أمرهم إن هم يبعدوا عن المكان، طلب منهم إن هم يتوجهوا للحفر في مكان آخر، وده مش بيدعو برضه للتساؤل يعني. أحد مساعدي كارتر اسمه لوكاس اعترف بأن كارتر كان بيتردد على مكان المقبرة قبل اكتشافها وعرف محتوياتها، وعلشان يخفي آثار تردده على المقبرة كان هو ماهر في الترميم جدا، عشان يخفي الآثار بتاعته ومن تردده على المقبرة حاجات هو كسرها، فكان هو ماهر جدا في الترميم، فرمم الأجزاء اللي هو كسرها وختم على المقبرة بختم مشابه للختم بتاع المقبرة الأصلي عشان يوهمهم إن محدش دخلها قبل كده. أنا مش عارفة بصراحة إزاي واحد زي ده نغفر له أو إن إحنا نمجده في كتب التاريخ بتاعتنا. إيه حكاية بقى كارتر ده؟ كارتر ده كان لا هو عالم آثار ولا حاجة، ده كان رسام. أخوه وأبوه كانوا رسامين برضو. جه مصر سنة 1891، عنده تقريبا ساعتها 17 سنة، بدعوة من عالم آثار إنجليزي اسمه بيرسي نيوبري مهمة رسم وتحبير مناطق أثرية. فضل مكمل بعدها في مصر ل40 سنة. حسن الحظ بس والصدفة هي اللي جمعته بقى مع عالم الآثار اللي هو فليندرز بيتري، وكان شغال معاه في تل العمارنة. هو علمه الترميم نظرا لموهبته في الرسم، ولأن هو كمان أتقن الترميم على إيد فليندرز بيتري. ابتدى بقى ان هو يتدرج في المناصب، لان طبعا كل اللي كانوا ماسكين المناصب ساعتها اجانب سواء انجليز او فرنسيين، فهم طبعا كانوا بيدوا المناصب دي لبعضهم يعني. كان اللي ساعده اكتر ان هو يتوغل في مصر ان هو اتعلم واتقن اللغه العربيه. بعد 10 سنين من اقامته في مصر قرر ماسبيرو مدير مصلحه الاثار ان هو يعينه كبير مفتشي الصعيد. لكنه بعد فتره ساب الموقع ده واتعين كبير مفتشي الوجه البحري. المهم ان هو طول فتره شغله دي ولسه قبل ما يروح وادي الملوك كان هو اصلا وسيط لعمليات سرقه اثار، عمليات تهريب. يعني هو كان وسيط بحكم بقى معرفته وخبرته في الاثار وفي المواقع اللي هو اشتغل فيها، كان هو وسيط لتهريب الاثار للناس اللي هم عايزين ايه يقتنوا الاثار بتاعتنا، بحكم طبعا ايه علاقاته الواسعه ونفوذه ساعتها. كارتر اشتهر بسوء معامله العمال المصريين اللي كانوا شغالين معاه، وكان مشهور جدا بالغطرسه، لدرجه ان هو بعد ما اكتشف المقبره وتم بقى الإعلان عنها كان بيمنع أي مصريين من زيارتها، وكان قاصر الزيارة على الأجانب. أما كارنرفون ده بقى اللي هو ممول بعثة التنقيب بتاعت كارتر، فده وكلام الدكتور زي حواس نفسه قال إن هو ده كان شخص جاهل، لا ليه في الثقافة ولا ليه في العلم ولا ليه في أي حاجة، هو شخص بس جاي عايز يعمل فلوس. جاي عايز يعمل فلوس على حساب إيه؟ على حساب تاريخنا. وفي معلومات كتيرة جدا بتقول إن الشخص ده أصلا ما كانش ثري. طب هو إزاي ما كانش ثري وإزاي هو كان بيمول الحملة بتاعت بعثة التنقيب؟ الشخص ده زوجته هي اللي كانت ثرية،
وزوجته بقى دي كانت مين؟ كانت الابنة الغير شرعية لحد من عائلة روتشيلد. فهمتوا بقى اللفة جاية ازاي؟ وان هم جايين مخصوص علشان التنقيب في وادي الملوك، عشان هم عارفين كويس جدا ان في مقبرة تخص الملك توت عنخ امون، وانها لسه ما اكتشفتش، وان هم عايزين حاجه معينه منها. دكتور زي حواس قال ان تم الكشف عن المقبره او الاعلان عنها بعد جلاء الانجليز عن مصر بحوالي 9 شهور. وهو بنفسه قال ان لو كان تم اكتشاف المقبره دي اثناء وجود الانجليز او اثناء الحمايه على مصر، كان زمان المقبره دي كلها في بيت هوارد كارتر في انجلترا. طب هو ده بقى يا دكتور زاهي الشخص اللي احنا نغفر له وسامحه على الانجازات العظيمه اللي هو عملها معانا في تاريخنا؟ مقبره توت عنخ امون دي اتحفظت بحفظ من ربنا عز وجل. من الادله القاطعه اللي بتدل على ان هوارد كارتر كان مكتشف المقبره قبلها بفتره وكان مكتم عليها، في قطع اثريه بتخص المقبره موجوده في متاحف تانية بره، وده كان قبل تاريخ اكتشاف المقبره اصلا. دكتور وسيم السيسي في كتاب المسكوت عنه في التاريخ ذكر ان المقبره كان فيها 5398 قطعه، وتم سرقة بعضها زي البوق الخاص بتوت عنخ آمون الموجود في BBC في لندن، الخاتم الذهبي اللي موجود في المتروبوليتان في أمريكا، وكمان في برديات برضو مسروقة بره. لما كارنرفون قرر ان هو يسحب التمويل بتاع بعثة التنقيب لان خلاص ما فيش حاجة تم اكتشافها، كارتر سافر له مخصوص طلب منه ان هو بس يديله مهلة موسم كمان واحد. الاصرار بتاع كارتر ده ان هو يكمل حفر ليه؟ فعلا بيكتشف المقبرة او بيعلن يعني عن اكتشاف المقبرة في اول موسم الحفر، يعتبر أقصر موسم حفر آثار في تاريخ الآثار كلها. برضه دي مش حاجة غريبة. كارتر كان بيتعامل مع المقبرة على إنها ملكية شخصية ليه هو، حظر نشر أي معلومات تخص المقبرة إلا على لندن تايمز بس، إن المفروض إن قرارات النشر دي بتخص بس مصلحة الآثار المصرية، هما اللي يحددوا يدوا المعلومات لمين أو إن هما مين اللي ينشر المعلومات عن المقبرة. كان في كده قانون أو عرف سائد ساعتها إن لو في مقبرة تم سرقتها من قبل كده، فإن بعثة التنقيب أو اللي هو الممول يعني من حقه إن هو ياخد نسبة من المقبرة تقريبا حوالي 50%، ومصر تاخد 50%. لو مقبرة ما تمش سرقتها من قبل أو لم تمس من قبل فإنها بتروح كلها مصلحة الآثار المصرية وتبقى ملك طبعا لمصر. عشان كده كارتر حاول يعمل إيه؟ حاول يوهمهم إن المقبرة اتسرقت قبل كده عشان يدي نفسه الحق إن هو يبقى ليه نسبة 50% من المقبرة. الحمد لله تصدى له ناس وطنيين زي عبد الحميد سليمان باشا اللي هو كان وزير الأشغال العمومية، ونصب نفسه مشرف مباشر على المقبرة، اعتبر إن المقبرة ملكية قصرية لمصر بس. شوفوا بقى فجر بتاع كارتر، يقوم رافع قضية على الوزير في المحاكم المختلطة. بعد كده اتولى مرقس باشا حنا وزارة الأشغال العمومية سنة 1924، وهو ده اللي فعلا تصدى بقى لكارتر ومنعه تماما من السيطرة على المقبرة، وضع فرقة من البوليس المصري على المقبرة ومنع كارتر وفريقه من دخول المقبرة النهائي. كده مرقس باشا حنا اتسمى وزير توت عنخ آمون. قضية وطنية زي دي هي دي اللي المفروض تدرس لنا في كتبنا، ولازم الأطفال الصغيرين كمان يعرفوها، نحافظ على آثارنا وعلى تاريخنا. كده جاء مصطفى النحاس باشا سنة 1928 وأعلن بشكل رسمي عدم السماح بخروج أي قطعة من المقبرة. ساعتها بقى جن جنون هوارد كارتر وراح للقنصل البريطاني في مصر وهدده، قال له لو ما اتدخلتش في الموضوع ده هعلن للعالم كله نص البرديات اللي انا وجدتها في المقبره. كانت برديات بتخص خروج بني اسرائيل من مصر. الكلام ده اكده كارنرفون بعض الصحف ان فعلا تم العثور على صندوق فيه لفائف من البردي، لكن مش كل حاجه كارتر كان بيكتشفها كان بيثبتها في الجرد. لكن بعد كده كارتر رجع في كلامه وقال لا دي كانت لفائف كتانية، ما كانتش لفائف من البردي ولا حاجه. وعلى رأي البرزخ لما قال ان تاريخنا اتبدل بملابس داخليه. ايد السارق هوارد كارتر. انا عايزه اقول لكم بس ان اول واحد مات بعد الافتتاح الرسمي للمقبره كان هو لورد كارنرفون، وساعتها اخترعوا بقى او انتشر موضوع لعنه الفراعنه، والموضوع ده كاذب تماما ومفيش حاجه اسمها الكلام ده، لكن هم كانوا اي حد بيمثل لهم تهديد او يحصل خلاف ما بينهم كانوا بيغتالوه، وفي الاخر يقولوا الموضوع حصل بسبب لعنه الفراعنه. وكتير جدا من اللي اكتشفوا المقبره ساعتها ودخلوا المقبره تم بعد كده الادعاء ان هم ماتوا بسبب لعنه الفراعنه، حين ان لو كان في حاجه اسمها لعنه الفراعنه فعلا كان ده اول واحد مفروض يموت. سبحان الله، الكل او المعظم يموت الا ده. هو عاش تقريبا بعد اكتشاف المقبره بحوالي 20 سنه. فهي دي حقيقه سارق الاثار هوارد كارتر.